حاجات ممكن تكون سمعتها عن صناعة الألعاب مش حقيقة. أول حاجة، أنت ممكن تكون سمعت إن صناعة الألعاب معتمدة 100% على البرمجة، بس ده غلط. صناعة الألعاب فيها أجزاء كتير، حاجة منهم الجيم ديزاين، الجيم ثيوري، والستوري نفسها، الستوري ماشية ازاي، وفي نفس الوقت في البرمجة فيها وفيها الارت والانيميشن. في ناس كتيرة بتقول ان انت ممكن تعمل لعبة في اجازة الاسبوع. دي صح وغلط في نفس الوقت. انت ممكن تعمل لعبة صغيرة في اجازة الاسبوع، او الموضوع ممكن ياخد منك يوم او يومين بالكتير. بس لو عايز تعمل لعبة كبيرة فالموضوع بياخد وقت ومجهود كبير جدا. تالت حاجة معانا ممكن نكون سمعناها، ان انت محتاج تبقى خبير برمجة عشان تبدأ في مجال صناعة الألعاب. الكلام ده مش حقيقي خالص، لأن أدوات كتيرة زي يونيتي، أنريل إنجن أو جودت سهلت لنا الموضوع عن طريق إنها خلت لنا حاجة اسمها فيجوال سكريبتنج. ده بيخلينا إن احنا نعمل الأكواد بتاعتنا عن طريق إن احنا نسحب ونكليك. آخر حاجة معانا إن في ناس كتيرة بتقول إن أنت محتاج تيم كبير جدا عشان تعمل لعبة، والكلام ده مش حقيقة. لأن كتير من الألعاب المختلفة بدأت عن طريق شخص واحد عمل اللعبة وبعد كده جاب ناس تساعده إن هو يبنيها ويطورها أكتر. اكتب لنا في الكومنتات إيه اللي ممكن تكون سمعته عن صناعة الألعاب، وإحنا ممكن نقول لك إذا كان ده حقيقة ولا كذبة.